بتركيا وتحديدا بمدينة تسمى تشاكانالا كانت اكو مقبرة اسمها مقبرة الجمعة. هاي المقبرة مهجورة وغريبة جدا. هاي المقبرة صارت بيها قصة ولحد الآن الناس الأتراك يتكلمون بيها، مع العلم هاي القصة قديمة جدا ومر عليها وقت طويل. شنو اللي صار بهاي المقبرة؟ هاي المقبرة انبنت للصدقة للناس اللي ما عندها فلوس تدفن بيها، لأن الحياة بتركيا من زمن بعيد كلها ماشية بالفلوس، يعني حتى واحد من يموت لازم يدفع فلوس يلا يندفن. وهاي المقبرة سووها للناس الفقراء، وكانت بسيطة جدا وبعيدة عن الأحياء والمدن. كانت الناس اللي ما عندها تروح تدفن بيها. بأحد الأيام كانت أكو مرة حامل وحالتهم المادية تعبانة. راحت هاي المرة حتى تولد، ورب العالمين سبحان الله أخذ روح هاي المرة وجابت بنية صغيرة. دفنوا هاي المرة بهاي المقبرة، ولحد هاي اللحظة كانت الأمور طبيعية والمقبرة ما بيها أي حاجة. وراها تقريبا بأسبوع كانت حالة الطفلة جيدة جدا، لكن فارقت الحياة ورا أسبوع كامل بعد ما دفنوا أمها. قرروا الناس ياخذون هاي الطفلة ويدفنوها بالمقبرة ويا والدتها وبصفها تحديدا. ولما راحوا ما لقوا مكان ولقوا اكو احد دافن. المهم البنية الطفلة دفنوها بعيد عن امها، ورجعت الناس لبيوتها طبيعي. باليوم الثاني اكو مرة كانت تعتني بهاي المرة الحامل وصديقتها، حلمت حلم غريب. قالت شفت اشخاص اثنين حفروا القبر وطلعوا البنية الصغيرة وراحوا دخلوها بالقبر ويا امها. هذا الحلم اللي شافته المرة. فكل الناس لما سمعوا بهذا الحلم قالوا مجرد حلم وماكو اي صحة للموضوع، هذا مجرد حلم فقط. المهم عدى اسبوع كامل فراحوا حتى يزورون القبور، وهناك عندهم زيارة القبور يعني تقريبا بشكل اسبوعي، خاصة اذا الشخص هسه هو ميت ياخذون فترة يزورون به. ولما راحوا استغربوا وتفاجئوا بشغلة صايرة يم القبر، وهي القبر مال الطفلة الصغير متحرك من مكانه وصاير قريب. والمشكلة الأكبر القبر مال الأم كذلك متحرك من مكانه وصاير قريب واحد على الآخر. بقت الناس متفاجئ، هو احنا دفنا هنا ولا ما دفنا هنا؟ حيل متقاربين وما ظل ما اعرف شنو. المهم بعدها رجعوا والناس قالوا احتمال توهمنا، وصاير تغيير شوية كأنه بالمقبرة. ورجعوا وراها تقريبا بالاسبوع الثاني، راحوا وتفاجئوا مرة ثانية لقوا القبور واحد قريب على الثاني جدا، وتقريبا صايرات على شارع او ممر بنص المقبرة. وهذا الشيء صابهم برعب وخوف شديد بذاك الوقت. وبدت تطلع سوالف على هاي المقبرة مو طبيعية. اكو ناس كانت تروح، ومثل ما قلت لكم هاي المقبرة مهجورة وبعيدة وما حد يروح لها، ولا يمها سكان ولا يمها اهالي. المهم اكو ناس كانت تروح للمقبرة وعندهم عدة قصص على هذا الموضوع. يقولون احيانا نلقى نساء يعني من العدم يظهرن، شلون انت واقف في مكان وكذا ومنتبه وراها تناظر تلقى نساء 3 4، ولما تطلع لا تلقى مثلا سيارة جاية ولا اي حاجة. هاي الناس منين تظهر منين تطلع ما حد يعرف. ونوبات اكو ناس كانوا يقولون انه اكو قبور نلقاها تنخسف وحدها، ونوبات يقولون اكو قبور تتحرك من مكان تروح المكان ثاني. لغاية ما يوم من الايام اكو شخص راح لهاي المقبرة بالليل، والناس ما يعرفون ليش راح هذا الشخص للمقبرة. لما رجع هذا الشخص او بالاحرى لما لقوه مرمي بعيد شوية عن المقبرة كان شبه مجنون ويتكلم كلام مو طبيعي، ويقول انا ما رحت اسوي اي حاجة، رحت ادفنهم وارجع. وما يعرفون شنو يقصد وشنو اللي راح يسويه ما حد يعرف. هاي كل القصص تقريبا المشهورة على هاي المقبرة. اتمنى ان القصة عجبتكم، واعذروني اذا كان السرد شوية ركيك لان حتى كهرباء ما عندي، وجاي اصور على الباور بانك. وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.